اولا هنيئا التاهل ديال الجيش الملكي. تاهل مستحق، تاهل وداد مستحق، اسفي كذلك نهضه بركان هنيئا للانديه المغربيه. ولكن داكشي اللي عاش الجيش في مصر ما خصوش يدوز المرور ديال الكرام، لانها كارثه بكل المقاييس. الاعتداءات اللي تعرضت لها الجماهير ديال الجيش الملكي، للاسف هذوك الجماهير ديال الاهلي هما تلقى الغالبيه ديالهم ولا منهم من اللي كان هنا في الكان واللي جاو شجع المنتخب ديال بلادو ولقى حفاوه ديال الاستقبال. ولكن للاسف ما كايناش المعامله بالمثل وما كاينش الاحترام. بعض الناس الله يهديهم كيبغيو يعني يخرجونا من يعني الفطره ديالنا، خرجونا من الفطره ديالنا باش يولي الانتماء ديالنا للانديه اكثر ما يكون الانتماء ديالنا يعني الاصل ديالنا اللي هو الاسلام والعروبه وزيد وزيد. كيبغيو يخليو ويدكوا يعني الدسائس والخب ديالهم باش تكون مباراه ديال كره القدم عباره عن حرب بين جوج ديال يعني الانديه وجوج ديال الجماهير اللي في الاصل هما واحد. في الاصل لما نكتبوا في التاريخ وكذا ماشي هذا هو موضوعنا، هما واحد وكيجمعنا اكثر ما كيفرقنا، الاسلام والعروبه والاخوه وزيد وزيد. من الاسف يعني جماهير ديال الاهلي كينساقوا، والمسؤولين اللي بغيت نقولوا هذا الشيء نساقوا في هذا السياق ومشاو مع هذه الموجه ديال هذا الشيء وتكرسوا اليوم بشكل كبير على الجيش. فانا كنظن الجامعه يعني المرتبه الاولى خصها تحمي الحقوق ديال الانديه، وبالتالي اول وحده خصها دير بلاغ تستنكر هذا الشيء وتراسل الكاف، وكذلك المسؤولين ديال الجيش الملكي باش هذا الشيء ما يبقاش يتكرر، لان ديجا كانت سابقه مع بيراميدز وتعاودت اليوم. ديما العراقيل، ديما سويف، ديما يتكرفسوا لا من الامن ديالهم لا الامن الخاص. فاش شحال من واحد كيشير بالقراعي لا الجماهير ديالهم وكانهم في حرب، مع انهم هما مأهلين، هما الاولين يعني هما كانوا في يعني المرتبه الاولى والجيش مرتبه يعني بجوج غادي يتاهلوا، والجيش هي اللي كان المفروض انه غادي يقدر يتقصى. ما عرفتش هاد الخلعه وهاد الحاله كامله وهاد الضغط وخايفين ويتكرفسوا على الجيش واستفزازات وواحد الحجم ديال الاستفزازات وواحد الحجم ديال الاجواء مشحونه اللي كتبين بان الناس ما كيستافدوش، الناس ما كيتمرش فيهم الخير. لا بغينا نقولوا ديال هادشي اللي شافوا، هادشي اللي عاشوا في كاس العالم، في كاس افريقيا عفوا، وهادشي اللي شافوه هنا في المغرب. لا المصريين اللي كاينين هنا لا المصريين اللي جاوا من مصر، كل شيء كانت المعامله على احسن ما يرام. وراه شفنا التشجيعات اللي كانت لولا داك مسطي، سمحوا لي على هذه العباره اللي ما عنده عقل، حسام حسن اللي دار هذوك الاستفزازات وذوك الحركات، كان الجمهور المغربي غيبقى يشجع مصر حتى يتلاقاو مع المغرب. اذا ما تلاقاوش مع المغرب راه غيبقى يشجعهم تيسالي. وللاسف يعني كنشوف بحال هذا الشيء المغاربه يديروا كل شيء على المصريين والعرب والاشقاء وكذا، والمعامله بالمثل ما كايناش. كتمشي لمصر كتلقى استفزازات، تمشي لتونس تلقى استفزازات. الجزائر حدث ولا حرج، هذوك يعني الاكستريم ديال هذا الشيء، هذوك الاكستريم. مي كنظن بان خاص الحقوق ديال الانديه المغربيه تحفظ، خاص الانديه المغربيه تضغط، خاص الجامعه الملكيه مواقف تكون جريئه وتكون قويه باش الجماهير ما تبقاش تظلم، باش هادشي ما نبقاوش نشوفوه. تحمى الانديه ويتحماو الجماهير ديال الانديه في يعني البلدان العربيه. ما بقيناش كنتكلموا حتى على افريقيا وما يقع في افريقيا والقاره الافريقيه، نتكلموا على يعني ملي كنقول القاره الافريقيه ملي كنمشيو عند جنوب الصحراء، اما هادو راه في افريقيا. ولكن للاسف عرب والممارسه ديالهم بعيده على الاسلام وبعيده على الاخوه وبعيده على حفاوه ديال الاستقبال اللي شافوه هنا وبعيده على كل الاشياء اللي ممكن عاشوها هنا في المغرب. فمبروك للجيش، نتمنى لجماهير الجيش الملكي يرجعوا بخير وعلى خير، لانهم خوتنا وحبابنا ومغاربه بحالنا بحالهم، نتمنوا انهم يجوا بخير على خير. ولكن هذا الشيء ما خصوش يمر مرور الكرام. شفناه مع بيراميد شحال هادي، شفناه مع الرجاء، شفناه مع الوداد، واش حنا ديما فيما نمشيو لمصر نبقاو نتكرفصوا ونتبهدلوا، الجمهور يتبهدل ونجيو بحال ما وقع والو. حكا سي بون، سمحوا لي، حكا سي بون، راه تاهلنا. لا، واخا نتاهلوا، هادشي ما خصوش يدوز. وراه واحد الفيديو مازال نقدر نحطو في لاباج، راه محطوط دابا في انفو سبور، في لاباج ديال انفو سبور. راه كارثه داكشي ديال الشير بالقراعي، راه كارثه. والقرعه اللي جات في حمودان راه كارثه، كون جات ليه في راسو ولا في عينو ولا فين نوليو. اش من عقليه، واش من تفكير، واش من ما فهمتش هاد الناس هادو كيفاش كيفكروا، ما فهمتش. حنا ما باغينش نزيد كما كنقولوا نعطيو فرصه لهادوك ما عرفتش غنسميهم باش نزيدوا كما كنقولوا الخل على الخميره ولا صبوا الزيت على النار وداكشي باش نزيدوا نشعلوا العافيه. ولكن الناس خص تكون عندهم العقل، راه حنا كنتحاربوا مع واحد النوع ديال البشر ولا مع واحد الجهه اللي باغا تفرغ كل شيء وباغا مباراه ديال كره القدم ترد منا حرب اهليه ولا ترد منا حرب بين بلدين. وهذا الشيء اللي كنضاربوا مع عباد الله عليه باش ما يكونش. كره القدم كتبقى كره القدم 90 دقيقه في الملعب، سواء لاعبين هنا سواء لاعبين برا سواء لاعبين في مكان.
وهادشي اللي ما بغوش يفهموه هاد الناس. الله يهدي الله يهدي الله يهدي مخلق. وكما قلت مبروك الجيش الملكي، ونتمناو باش ان هادشي ما يتعاودش، ونتمنى التوفيق للانديه المغربيه في المنافسات ان شاء الله ويتوجوا بالالقاب. تحيه للجميع.